السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ ده اول فيديو ليا على القناة، فيديو روتين. حبيت اشارككم يومياتي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش اللايك على الفيديو وتعليق جميل منكم زيكم كده. صباح الخير والسعادة عليكم. عام دراسي سعيد جديد عليكم يا رب. ما ننساش ان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين. ولو قدرنا نساهم عن طريق الجمعيات الخيرية بأي حاجة، في بيبقى زي الهلال الأحمر كده، بيبقى عامل حاجة اسمها تبرع لغزة. لو حابين طبعا تقدروا تخشوا من على اي فرع من فودافون كاش او كده. لو عندكم على التليفون يا اما فروع فودافون كاش، وتبعتوا يعني اي حاجة والله بتساعد وبتساهم. انا كنت نبدأ بقى في الفيديو ان شاء الله مع بعض. انا كنت الفترة اللي فاتت كنت مشغولة جدا. كان اولادي بنقل لهم من المدارس بتاعتهم من محافظة لمحافظة. فانا طبعا اللي بعمل كل حاجة وسايباهم في البيت، فهم عملوا كل حاجة برضو في البيت. زي ما انا كنت بعمل كل حاجة بره، هم عملوا كل حاجة جوه الحمد لله. دي الشقة زي ما انتم شايفين، حلاوة مولد على الانتريه، على فشار، على زبالة، على استشوار، على لعب تحت ترابيزة الانتريه. بصوا خلوا فوق يا تحتيها، يعني عملية دمار شامل. انا بقيت قاعدة والله العظيم. انا جه عليا، انا بمشي في النقل. احب اقول لكم ان انا بادئه فيه من نص سبعة الى الان اهو. الدراسه بدات وانا لسه في بنت، بس بنتي اللي في اولى ثانوي هي دي الوحيده اللي الملف بتاعها اتاخد. الاتنين التانيين لسه ملفاتهم معايا. اتقبل التحويل واتقبل كل حاجة، بس ابني اللي في أولى إعدادي ناقصه التحويل الإلكتروني، والبنت اللي في تالتة ابتدائي ناقصها التحويل الإلكتروني، وناقصها نتيجة التقييمات بتاعة تانية ابتدائي. المدرسة ما بعتتهاش في الملف، لأن المدرسة اللي احنا كنا فيها قالت احنا هنبعت الملف في بريد، مش هتستلميه يدوي. لكن الاتنين الكبار استلمته يدوي وأنا وديته بنفسي. هنا بصوا، يعني كل حاجة كانوا حاطينها في الأوضة، يعني كوبايات، معالق، اطباق، شوك، سكاكين. هم قاعدين اكلين شاربين نايمين، كل حاجة كل حاجة في الأوضة حرفيا. جيت مشيت في النقل، والواحد بصراحة جت عليه فترة يعني تعب جدا جدا مكان النقل، لأن أنا أصلا كنت قاعدة في المنصورة، كنت قاعدة هناك. وبعد كده سبت المحافظة لأني انفصلت، فجيت هنا العاشر. فياريت يعني تدعموا القناة كدعم شخصي ليا. تدعموها مش عايزة منكم أي حاجة غير إنكم تشاهدوا الفيديو، حتى لو هتسيبوه شغال جنبيكوا كده على الفاضي. شغلوه وبس. لايك حلو منكم، تعليق منكم جميل، مشاهدة الفيديو، وخلاص تعتبر منكم يعني زي دعم ليا، دعم نفسي ودعم معنوي وكل حاجة والله، ودعم مادي ان شاء الله. فاحب منكم انكم تساعدوني في حاجة زي دي. فانا جيت التحويل طبعا طلع عيني، لاني اساسا بنتي داخله اولى ثانوي، فلازم اسكنها هناك تبع التنسيق هناك، بعد كده ارجع انقلها. وابني داخل اولى اعدادي، فلازم برضه اسكنه هناك في مدرسة هناك، وبعد كده ابدا انقله هنا في العاشر. وبنتي اللي في تالتة ابتدائي دي يعتبر كان اسهلهم. هنا بوريكم كنت بعمل ايه. انا هنا بعمل حاجة جميلة قوي. هنا الاول هننضف ده الكمبروسور بتاع التكييف، هغسله وانضفه. الخلطة دي عبارة عن كربونات الصوديوم، كربونات وملح ليمون وشوية خل وشوية سائل مواعين صغيرين خالص، وبقوم منضفة بيها اي حاجة محتاجة ايه انضفها. هنا التليفون كان هيقع تحت في الشارع. وببدأ ان انا انضف الكمبروسور كده، وبعمل بقى حاجة حلوة قوي، يعني اعتبروها اطعام صدقة جارية. الطائر ما بينطقش وربنا طبعا بيبعت له رزقه.
فاعتبروا نفسكوا سبب ربنا بعته في الدنيا لحاجة بسيطة زي كده. مش هتكلفك حاجة خالص. انا كان عندي رز، والرز ده ما كنتش خلاص هستخدمه للأولاد. وطبعا مستحرمة ارميه، حرام يعني، نعمة ربنا. دي مية حاطة في العلب تقلات عشان الهوا بيجي يشيله. ابتديت اخد الرز ده احطه على الكمبروسر كده، واملى لهم المية واحطها لهم ياكلوا يشربوا منها. والله العظيم الطير يا جماعة بيتكلم لغته وبيدعي لنا يعني. اعملوا حاجة بسيطة زي دي، يعني ربنا هتلاقوه بيبعت لكم الرزق من عنده، والله العظيم. ودايما صلوا على النبي. وبالمناسبة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. دايما اجعلوا الصلاة على النبي على لسانكم. دايما اجعلوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين على لسانكم. حاجة بسيطة بس والله العظيم بتفرق معاكم في حياتكم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى بلى يا الله تطمئن القلوب. فدايما خلي على لسانكم الذكر، والله هتفرق معكم جدا. لما تبقوا محتاجين حاجة وعجزت أسباب الأرض فعلا عن حلها، والله الزموا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله والله هتلاقوا ربنا حلها لكم، وبطريقة غريبة وانتوا يعني هتستعجبوا. وطبعا مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، ربنا قادر على كل شيء. بس انا بقول لكم ان عجزت اسباب الارض، يعني الاسباب اللي بالعقل تحل المشكلة دي والاسباب المنطقية لحل المشكلة دي، والله لو التزمتوا بلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، هتلاقوا ربنا بيفرجها من عنده وبيبعت لكم حل الازمة اللي انتوا فيها، ايا كانت الازمة دي ايه. مادية بقى، حاجة بخصوص الشغل، حاجة بخصوص حياتكو، ايا كان هتلاقي يعني عوض ربنا والحل بيجيلكوا من عند الله. هنا انا بنضف، طبعا خرجت كل الاطباق والكوبايات والكلام ده كله للمطبخ. الانتريه بعمله بالمكنسة عشان اي تراب اي حاجة عليه او اي حاجة مزنوقة لجوه بخرجها بالمكنسة. الحركة دي بتفرق كتير في التنظيف، والله الحركة دي بتفرق كتير جدا في التنظيف، لاني مهما ما نفضتي بقماشة عمر ما التراب كله هيطلع، لكن المكنسة هتشفط التراب كله فعلا. فاعملوا الموضوع ده هتلاقوه فرق معاكم. ونفضت السرير وشلت الملاية من عليه زي ما انتوا ما شفتوا، ولميت اللي قدرت ألمه. وطبعا لسه حاجات كتير محتاجة تتلم. انا بقالي سنة نقلة. طبعا خلال السنة دي في عدم استقرار فظيع، لان كل حاجة انتي لسه منطقة جديدة مش عارفاها، مش عارفة تجيبي حاجتك منين او تروحي فين او تيجي منين. غير المدارس بتاعت الاولاد كانت هناك السنة اللي فاتت كلها، لسه نقله لهم السنة دي. فطبعا بما ان مدارسهم هناك فكنت بضطر ان انا اسافر، فكنت بأجر شقة واروح هناك فيها. اول ترم اجرت شقة شهر ونص عشان الامتحانات والمراجعات، وقضينا هناك الشهر ونص. بعد كده جيت الترم التاني تقريبا قعدت شهرين هناك او اكتر من شهر ونص بشوية. رحت قعدت هناك برضو، اضطريت ان انا اخد سكن و... وقعدت هناك. فلما قعدت هناك الشهر ونص دول جيت لقيت الشقة، يعني كلمة غرقانة فران دي قليلة. انا 16 فران كانوا موجودين في الشقة. هنا الشاشة بصوا عملت ازاي فجأة. لو حد يعرف ايه السبب او ايه حل المشكلة دي ياريت يعرفني. طبعا انا ماشية بشيل اي تراب او اي حاجة على الاجهزة والانتريه والخشب. ما ننساش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فبقول لكم، فكنت هناك فجيت لقيت الشقة غرقانة فران حرفيا. فابتديت ان انا اصطادهم. الاول استخدمت اللزق الامريكي، لان اللزق اللي في الصيدليات وحش جدا. الفار كان يلزق فيه ويمشي بعد كده عادي جدا مفيش اي مشكلة. انما اللزق الامريكي كان حلو فعلا، الفار بيلزق فيه ما بيعرفش يخرج.
اصطدت 2 باللزق. بعد كده لقيت تاني، قلت لا بقى انا اجيب مصيدة، هنا بطبق الغسيل زي ما انتم شايفين. فابتديت ان انا اجيب مصيدة واصطاد كل يوم فار حرفيا، لغاية ما وصلت عند التاسع ده. وقلت ايه خلاص، بصيت بقى مفيش حاجة والدنيا هديت، والخروشة اللي في البوتاجاز راحت، والخروشة اللي ورا الغسالة خلصت. فخلاص انا قلت كده خلاص الدنيا ايه، ما عادش في فران. وابتديت طلعت كل اللي كان في المطبخ وغسلته وعقمته، لان انا عندي غسالة اطباق، فغسلته وعقمته في غسالة الاطباق. بعد كده قلت خلاص بقى هفرش، وغسلت المطبخ ظبطت كل حاجة. وخلاص انا رايحة تاني يوم بقى، وجبت لي فتحة الشفاطات كده. اخويا راح جاب لي ليها شبكة عشان تمنع دخول الفيران، ورحنا ركبناها. وخلاص وقلت بقى ايه خلاص هفرش المطبخ والحمد لله. وقاعده بكلم اخويا وبقول له خلاص ما بقاش في فران ومش عارفه ايه. وببص كده وانا بكلمه، والاقي حاجه ماشيه على ستارت على ماسوره الستاره. ابص الاقي الفار العاشر، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ايه ده؟ ليه كده؟ والله العظيم عكنني. اضطريت اغسل كل المواعين اللي انا غسلتها، لان المواعين اللي كنت احطها في اوضتي على حس ما فيهاش فران بقى، فحطها وقافله. فلما لقيت الفار ده اضطريت ان انا اغسل المواعين تاني كلها واعقمها تاني كلها علشان الفار ده. والفار ده احب اقول لكم ان اللي اصطادته كله في كوم، والفار ده كان في كوم لوحده. هنا عملت كوبايه شاي بالنعناع، بسمله بنتي عملتها لي عشان اقدر اشربها واقدر اكمل. طبعا كلكم اكيد مستغربين ايه البطاطين دي. البطاطين دي عشان انا التكييف ببقى مشغلاه، فببقى محتاجه ان انا اتغطى بحاجه، فانا بتغطى بالبطاطين. فكل سرير عليه بطانيه عشان التكييفات. فبنتي ساعات بتيجي تنام على الكنبة فبتاخد ايه بطانية. والبطاطين الخفيفة دي عشان واحنا قاعدين فبنبقى لابسين لبس الصيف، فبيبقى في حاجات قصيرة وكده، فالأولاد ايه ساعات بيسحبوها ايه على رجليهم. فنرجع بقى الفار العاشر ده فعلا فعلا طلع عيني. انا الفيران التانية كنت كل يوم بصحى مصطادة فار حرفيا. ولو سهرانة كنت بصطاد في اليوم 2 واحد، واموته اغرقه وارجع افضي المصيادة واحطها تاني. فكانت تصطاد ايه واحد تاني على الصبح. جيت ببص دوت فعلا فعلا بهدلني من اوضه لاوضه، ومش عارفه اصطاد ومش عارفه احط المصيده تحب تصطادي فار تحطيها في المكان اللي هو موجود فيه. لحد ما جيت في يوم كنت نايمه في الأوضة اللي أنا بعملها دي على السرير، والاقي صوت خروشة تحت في الملل تحت السرير. قلت بيتهيألي شوية وسمعت خروشة تاني، قلت ده الفار اللي أنا مش لاقياه. وقد كان. رحت حطيت طماطماية في المصيدة، ورحت فتحت المصيدة وحطيتها احسن حاجة تصطادوا بيها الفيران حاجتين: القوطة والطعمية السخنة. تحطوا طعمية لسه قلينها وتسيبوها، ريحتها بتبقى فواحة جدا، فالفار بيخش عشان ياكل منها. وال وال والطماطم هما بيحبوا الطماطم جدا. الجبنة الرومي جربتها لحياة لمن تنادي، ما عملتش اي حاجة معاهم. الدهن حد قال لي على الدهن برضو ما بيعملش اي حاجة معاهم. هي الطماطم والطعمية السخنة. يعني هو فار واحد اصطادته بالطماطم، التسع فيران طعمية سخنة، طعمية واحطها واصطاد بيها الفار. بتبقى بصراحة حلوة جدا جدا. لا دي بتبقى سخنة وريحتها فواحة وهو بيمشي تبع الريحة، بس تبقي عارفة هما فين عشان تعرفي تصطاديهم. فجيت بقى رحت لما لقيته كده، رحت حطيت المصيدة في ظهر السرير، ورحت فتحتها وحطيتها. مفيش، قمت بكلم بنتي في التليفون. قمت بكلم بنتي قصدي في الأوضة، وواقفة بتكلم معاها وقافلة الباب وقافلة النور وقاعدة عادي. فهو حس ان الدنيا هادية.
فمشي ورا ريحة الطماطم ودخل المصيدة، وقد كان آخر فار. هنا بوريكوا حاجات دي للحروق جميلة جدا. كان ايدي حصل فيها حرق، ورحت جبت البخاخ ده تحفة، وميبو وفويس فيوسي مرهم فيوسي. التلاتة دول بصراحة تداوموا عليهم بتسيب أثر بسيط أوي للحرق، لان انا كان الحرق صعب وكان واخد حتة كبيرة من ايدي. فالحاجات دي خليها عندكم، اول ما يبقى في حرق او كده رشوا، اغسلوها طبعا كويس، ورشوا البخاخ، وحطوا الميبو وفيسو او فيسو حاجة زي كده. فيوسي اسمه فيوسي. حلو قوي بصراحة. هنا بقى بنضف كل الحاجات دي، وطبعا الحاجات الكمبيوتر والكلام ده هشيل اللي هشيله، لان المنظر ده بصراحة مضايقني. الكركبة اللي فوق العسكري دي قلت هشيلها، وهنشوف مع بعض هعمل فيها ايه دلوقتي. دي اخر صورة ابني اتصورها هناك في المدرسة اللي هناك. وكان في مدرسة رهبان، والبنت كانت في مدرسة راهبات اسمها الفرنسيسكان. لو تعرفوا يا جماعة رأيكم، بنتي اللي في أولى ثانوي تاخد إيطالي ولا فرنساوي؟ يا ريت تقولولي. هي كانت بتاخد فرنساوي من تانية ابتدائي في المدرسة بتاعتها، ولما دخلت ثانوي فأنا بقول لها تاخدي إيطالي سهل وكده، بس مع النظام الجديد بتاع البكالوريا هي اللغة هتبقى في سنة أولى بس، وتانية وتالتة مفيش لغة تانية. فالكل بيقول لي خليها فرنساوي وخلاص، هي مادة مش متضافة للمجموع وهتبقى خارج المجموع، هي بس ايه تنجح فيها وانتهى الامر على كده. فيا ريت تقولوا لي رايكم ايه في الموضوع دوت، وفعلا اسيبها فرنساوي ولا احولها ايطالي؟ وانتوا اللي اولاده في ثانوي عملتوا ايه؟ فضلتوا بكالوريا ولا ثانوي عام ولا عملتوا ايه؟ انا في المدرسة بتاعتها القديمة اللي انا قدمت لها فيها في المنصورة قدمت لها ثانوي عام، وكانت هناك ثانوي عام. وبعد كده لما جيت هنا العاشر وحولت لها، قالوا لي البنات هم 5 أو 6 اللي موجودين ثانوية عامة، فهنضطر ان احنا ننقلهم مدرسة في بلبيس. احنا بينا وبين بلبيس دي حوالي ساعة الا ربع تقريبا، ساعة الا تلت، حاجة زي كده. فبصراحة لقيت الموضوع صعب، يا اما هضطر ان انا اجيب شقة هناك ونقعد هناك، وطبعا صعب ماليش حد هنا خالص، يا اما اختار البكالوريا. وده اللي انا عملته بصراحة، اضطريت ان انا اختار لهم البكالوريا. دي كتب 6 ابتدائي، وعايزة اشوف حد في العاشر يكون محتاجها ادهم له. فاضطريت ان انا اختار البكالوريا، وقلت هختارها وخلاص. بس انا مش عارفة بصراحة القرار اللي انا عملته ده اختيار صح ولا لأ. انا كنت حابة ان هي تبقى ثانوية عامة، حاجة احنا عارفينها ومجربينها. ماشي. كل اللي هيبقى ثانوي عام السنة دي يعني هما بصوا يعني، انا مش قادرة اعرف هي اختياري ولا اجباري، بس انا حاسة ان هي اجباري. والكل بيقول لي ما تمشيش عكس التيار، يعني هي الحكومة عايزة الموضوع يبقى بكالوريا، انتي مصممة تخليها ثانوية عامة، يبقى انتي بتعرقليها. لان اللي انا فاهماه وشايفاه ان الثانوية العامة هتتحارب جامد بصراحة الفترة الجاية. ولو ليكوا رأي تاني ياريت تشاركوني بيه وتفهموني الوضع ايه. يعني لو شايفين ان الوضع غير كده وانا شايفة غلط، وان الصح تبقى ثانوية عامة واختار لها ثانوية عامة، او الصح ان انا عملته واضطريت ان انا امشي مع التيار ان بكالوريا يبقى بكالوريا. بس انا حاسة بصراحة اني اللي يعني الدفعة دي مش هتضر منها، بالعكس هي هتستفاد انها تجربة جديدة، والحكومة عايزة تنجح التجربة ديت و... وعايزة تساند الفكرة، فطبعا هتساند الأولاد، فالامتحانات هتبقى لطيفة إلى حد كبير عن اللي هيختار ثانوية عامة، والوضع هيبقى افضل لبتوع البكالوريا السنه دي. بس انا مش بص على بتوع السنه دي بصراحه، انا بص للي بعد كده، لان انا عندي ابني في اولى اعدادي، فبعد كده يبقى في ثانويه، وعندي بنتي في ثالثه ابتدائي، بعد كده برضه هتبقى ثانويه. فاللي هنختاره دلوقتي احنا هنشوفه بعد كده في بقيه اولادنا. فمش عارفه بصراحه يعني، لو ليكوا راي او فكره في اللي انا فيه يا ريت تشاركوني بيها.
ابقى فاضلة ليكوا جدا. ما ننساش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. اجعل لساننا دايما رطب بذكرك وذكر نبيك، وما تنسوش دايما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عايزين نبقى نتناقش بعد كده في مواضيع كتير. آه أنا كنت الفترة اللي فاتت أصلا كمان ماشية في موضوع نقل. العربية بتاعتي كانت جوا بيت عيلة وخرجوها، بس طبعا قبل ما يخرجوها يعني يعتبر خرجوها حتة صاجة، كسروا الاربع فوانيس بتوعها ودلقوا عليها مذيب دهان، وكسروا التابلو بتاعها وشالوا علبة الدركسيون. يعني بصوا دمروها بصراحة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دايما تذكروا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار. فدايما خليكوا عندكوا يقين ان ربنا هيرد لكم كل اللي اتعمل فيكوا في الشخص اللي عمله فيكوا. يعني اللي بيضايقكوا اوعوا تفتكروا ان ربنا بيمهل كده وسايبه كده هباء. لا، ربنا يمهل ولا يهمل. ربنا ما بيمهله جايز يتوب، جايز يطلب منك السماح، جايز يحاول انه يجي او انه حتى إن يستغفر ربنا عن الذنب اللي عمله فيك. بس لما بيلاقي ان العبد مصر على الخطأ اللي عمله بيبدأ فعلا عقابه، وبيبقى عقابه شديد لانه هو يعني ايه، بيفجر. اللي هو انا ضايقت فلان واذيته وعملت فيه، وربنا ما عاقبنيش، يبقى انا صح. فبيبدأ ان هو يطغى اكتر. فلما بيطغى اكتر حساب ربنا ليه بيبقى لا عسير 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 جدا والله. فربنا يمهل ولا يهمل. يعني ربنا يعني ده الديان. ازاي يعني هيسيب حد كده يأذي حد والحد ده ما يبقاش عامل له حاجة وهيسيبه كده؟ فخلي دايما عندكم حسن ظن في الله ان دايما حقكم جاي ودايما حقكم راجع. اوعوا تفتكروا ان ربنا هيسيبكم كده او هيسيب اللي ظلمكم كده. لا لا والله، لازم ربنا يجبر بخاطر اللي اتظلم ويكسر اللي ظلم. والله يعني عاهدت الله دايما على كده دايما، حتى لو الوضع مش في اوله. يعني انا اعرف ناس اقسم بالله ياما اذوني والله، وجيت في مرة اتضايقت قلت يعني كانت حد ما ضايقني وقلت الهي تنشل في وقت ضيقة. فعلا فعلا حصل. واحد ضايقني جدا وقت ضيقة برضو، قلت إلهي موت عجبة بدون قصد. وفعلا الشخص دوت كان بصحته وجه، كان قاعد بيصلح عربية، العربية وقعت عليه. فبصوا يعني ربنا مستجيب للدعاء. ربنا ما بيسيبش حقك لا دنيا ولا آخرة. دايما خليك متأكد ومقتنع ان ربنا مش هيسيب لك حق. لا بالعكس، ربنا هيجبر بخاطرك ودايما هيبقى معاك ودايما هيبقى يعني ربنا دايما بياخد صف المظلوم وبيعوضه. ومش لازم العوض يجيلك في الحاجة اللي انت خسرتها. يعني انت ممكن خسرت بيت، خسرت عيشتك، خسرت حاجة، ممكن يبقى عوض ربنا ليك في حاجة تانية خالص انت ما كنتش تتخيل اني تبقى في يوم من الايام في الحتة دي. والله العظيم. فعشان كده بقول لكم لا، يعني عوض ربنا كبير وربنا كريم وعوضه كله حلو. فدايما خلي عندكم حسن ظن في الله، وربنا قال انا عند حسن ظن عبدي بي، ان خيرا فليكن وان شرا فليكن. يعني انتي شوفي انتي شايفة بقى ايه ظنك في الله. دايما دايما ببقى ظني في الله خير. دايما دايما ببقى شايفة ان الخير اللي جاي.
دايما ببقى شايفة ان ربنا مش هيعمل لي حاجة وحشة، وحتى لو انا في محنة فالمحنة دي اللي انا فيها عشان منحة ربنا هيمنحها لي. بس فما تبصوش دايما للحاجة بتشاؤم، لا، بصوا بتفاؤل وقولوا ان اكيد ربنا بيعمل لي كده عشان هو شايل لي خير. ربنا بيعمل معايا كده عشان الحلو جاي وعشان الخير جاي وان اللي جاي افضل. ودايما اتكلموا مع نفسكوا بالحلو، ما تتكلموش مع نفسكوا بالوحش ابدا، اللي هو انا حياتي وحشة، انا حياتي كده، انا حياتي مش هتتعدل، انا حياتي. كل ما هتتكلموا بالطريقة دي تأكدوا ان حياتكوا هتفضل كده، عمرها ما هتتعدل وعمرها ما هتتحسن وعمرها ما هتبقى افضل. انا هنا نزلت كل هدوم ياسين ابني، عاملاه زي الدولاب بتاعه كده، فالهدوم اللي على قده هخليها واللي مش على قده هشوف حد ياخدها، يعني صاحب نصيبها ياخدها. فكده انا اهو، وهمسك المكنسة لقيت الفار طبعا مقروط في الدرج بتاع العسكري، ففي خشب واقع، فابتديت ان انا المه بالمكنسة، وبعد ما المه بالمكنسة هبدأ ان انا ايه، آه احط الحاجة تاني في العسكري. عامله له دولاب صغنن كده لان انا عندي اوضتي ما خدتش العسكري، ولو حطيته هيبقى باب الأوضة مش مفتوح للآخر وأنا بتخنق، بحب البيبان تتفتح عادي. فقلت لا، أنا أحطوله هنا مع السرير مع الأنتريه زي ما انتم مش شايفين، عاملاها أوضة معيشة وأوضة نوم لي، لأن بنتي الكبيرة قالت لي ماما أنا عايزة أوضة نوم ليا أبقى قاعدة فيها لوحدي. اهو بصوا هنا كده بقى، بعد ما عملت له العسكري بتاعه هفتح بقى السرير واشيل كل اللي جوه السرير عشان امسح تحتيه، لان الفار كان عامل، طبعا بقول لكم لقيت خروشه، فعامل بيبي كانه كان عايش ومتعايش ومستقنيس جوه جدا. غير ما بنتي قطعت مخدة باظت، فالقطن بتاعها بدل بقى ما ترميه عملت ايه، دخلته تحت السرير. فهنا هقعد ألم كل القطن المرمي دوت في كيس وهرميه. رميته و... ولميت بقى الحلل، طلعتها وخرجت شنطة الهدوم دي. شنطة الهدوم دي بتاعت باباهم مخليها عشان لو طلبها في اي وقت يبقى ايه، ابقى انزلها له. فطبعا شايلة الحاجة او زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى الم الشبكة دي بتاعت غسالة الاطباق. أنا المفروض ان غسالة الاطباق بتاعتي 3 رف، بس انا حسيت ان رفين افضل، يعني اللي هيشتري يشتري رفين، ال3 ملهمش لازمة، لان دي انا كنت برص فيها المعالق والسباتيولات والكلام ده كله والله، والاطباق الصغيرة والكلام ده، الصغيرة اللي هي بتاعة البهارات والتوابل والكلام ده كله، او علب رفيعة صغيرة بتاعة ايكيا والكلام ده، كنت بعملها، كنت بحطها فيها بصراحة. بس بقيت في كده شبكة في الدرج الأولاني الكبير، ابتديت ان انا احط فيها عشان اعرف ارصص الاطباق، عشان ايه يبقى معايا مساحة احط الاطباق احط. بس ممكن بقى لما اجي احط الكوبايات بس وتبقى مليانة بكوبايات بس الغسالة الرف الاولاني، ساعتها ممكن احط الشبكة دي بصراحة عليها الاسباتيولات، اطباق صغيرة، بلاستيكات صغيرة. انا لسه جايالي الفكرة بصراحة وانا بكلمكم، لان انا حطيتها تاني عشان مش هستخدمها، بس ممكن اطلعها واحطها ورا النيش تبقى في متناول ايدي، لما احتاجها اطلعها، مش محتاجاها اركنها، يعني عايزة اوسع الرف عشان احط فيها حاجات اعلى، اقوم ما افكر الدرج ده او الرف ده. هنا اهو بشيل الحاجات كلها اهو. انتوا ايه رأيكم يا جماعة اللي وصل معايا لغاية هنا بقى يقول لي ايه رأيه في بيت العيلة، حلو ولا وحش؟ انا بقول وحش، وبقول لبناتي ان لأ،
ما تقعدوش في بيت عيلة. وبنتي بقول لها انت لو جيتي دخلتي الجامعة وحد جالك في بيت عيلة ده مرفوض، او حد جه قلتي لي اصل احنا معجبين ببعض او كل ده مرفوض. انا مش هسمع اصلا، اول ما تقولي لي بيت عيلة انا مش هسمع، ومش هدي فرصة ان انا اتناقش في الموضوع ولا اتكلم فيه. مهما كان الشخص كويس، في مزايا ايه، هو ايه، اهله ايه، ايا كان، عايزك شريكي حبك، مفيش حاجة اسمها اقعد في بيت عيلة. ياخدك ويقعد بره ويأجر الشقة عشان ابقى متأكدة انه مش هيرجع فيها. أجر الشقة وده قدام دوت ويقعد في الشقة التانية. انما بنتي تقعد في بيت عيلة، بصراحة الموضوع مرفوض 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 رفض تام بصراحة. وانا بصراحة بقول لها اولا ما جواز صغيرة، لا انا اتجوزت تقريبا 20 سنة. اليوم اللي تميت فيه 20 سنة وهبدأ 21 كان يوم كاتب كتابي. قلت لها ما تتجوزيش صغيرة، خدي وقتك. الزبالة بصوا عملت شكل ايه، عملت شكل قلب، شفتوا؟ والله صدفة. الزبالة عملت شكل قلب لوحدها. هنا قلت اعمل كوباية شاي بالنعناع اشربها. كنت بوريكم المكان اللي انا قاعدة فيه، لسه المنطقة جديدة كلها بتتبني، بس المنطقة حلوة بصراحة، حلوة جدا. في العاشر. العاشر لسه منطقة طبعا جديدة، منطقة سكنية جديدة، فكل المباني فيها ايه، مباني حديثة. هنا مسكت المكنسة، الحواف بتاعت الحيطة والسرير وكده، عشان ايه، اي حاجة موجودة، تراب، عنكبوت، بيبي فار مش شايفاه، مش واخدة بالي منه. فالمكنسة بتشفط الحاجات دي كلها. بس فالمنطقة بصراحة حلوة، فكنت بوريها لكم. بس فبقول لكم، فانا قلت لبنتي لا، مرفوض مهما كان الشخص كويس بصراحة. اوقات بيضطر ان هو يجي مع اللي معاه عشان خاطر الاهل. فانا مش حابة بنتي تتحط في موقف زي ده، انها تتحط في مقارنة او اختيار ويضطر ان هو يختار حد غيرها. لا. فانا بالنسبة لي بصراحة قلت لها بيت عيلة لا. انتي تقعدي مستقلة ماشي، انما تقعدي مع حد، مش هقبل الموضوع ده. هنا كان في حلة صاج فصدت تحت السرير، فعملت حلل الصاج اللي هي القديمة دي بتاعت التلاجة لو تفتكروها. فمسكت سلكة ودعكتها وراحت الحمد لله. قلت عشان ايه، السيراميك ما يبص حرام يعني. وابتديت ان انا امسح كده تاني اهو، وانضفها كويس. الموب دي جميلة 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 جميلة. لو امكانياتكم انكم تجيبوها جيبوها، بصراحة مريحة جدا. بتعصر لوحدها، وطبعا بتاخدي مية منها في عين شطف وفي عين عصر. فحلوة قوي بصراحة. هنا اهو بنضف جوه عشان هدخل السرير، دخلته فعلا اهو. وهبدأ بقى ان انا ايه، ارص الحاجة تاني تحت السرير. بس بدل الهدوم ما كانت على الطرف ده هدخلها جوه، لان اوقات ساعات بحتاج حلة ألمونيا، ساعات بحتاج حاجة فتبقى في متناول ايدي عن جوه بتبقى صعب، ما بعرفش اوصل للحاجة بسهولة. انما كده يا دوبك ارفع طرف السرير واقوم واخده الحاجة اللي انا ايه محتاجاها، فحطيت الحلة الايه قدام عشان تبقى في متناول ايدي اهو، زي ما انتم ما شايفين كده اهو. فبقول لكم بقى ابقى اطلع الرف ده تاني قريب من ايدي عشان ابقى استخدمه. انا لما جيت انقل من شقتي القديمة، هنا بصوا بقى حطيت حاجات الكمبيوتر، وكان ريسيفر زيادة عندي حطيته. الشاشة انا بصراحة قلقت ان انا احطها كده يجي في يوم ملة تقع او حاجة، مع ان بصراحة عندي الملة الثابتة، بس خفت قلت الشاشة تدشدش حرام. الرف هبقى اطلعه، ودوت المروحة والغطا بتاع الشفاط هناك. طبعا قلت للراجل يفك لي الموتور، ماشي 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 ماشي، وجينا في الاخر ماشيين. طبعا نسي يفكه، فبقى معايا المروحة والغطا بتاع الشفاط، بس الموتور نفسه هناك طبعا معرفتش ايه اجيبه. فانا حاطه دلوقتي شبكه كده على مكان الشفاطات، لاني مفروض عندي شفاط في الحمام وشفاط في المطبخ،
فحاطة مكانهم شبكة كده، عشان بعد كده ابقى اقدر اجيب شفاط واحطه عشان مفيش فيران تخش. هنا بصوا ما خليتش سيراميكايه في الشقة في الأوضة، ما اتمسحتش. كل حاجة بقيت أشدها واكنس وامسح مكانها، أشدها واكنس وامسح مكانها، علشان تبقى تنظيفة عميقة فعلا. بعديها بتحس ان الأوضة بتتنفس، والله تحس ان كل حاجة في الأوضة بقت بتتنفس فجأة. يا سبحان الله. الحاجة بتبقى ريحتها نظافة وريحتها حلوة. انا هنا المية حاطة فيها كربونات وملح ليمون وخل للتعقيم عشان البيبي طبعا بتاع الفار، ومعطر ارضيات ونطرة بريل، ولو عندك شوية كلور. بصوا كده انت خلاص يعني عقمتي. وانا كنت محتاجة ان انا اعمل كده علشان خاطر الفار اللي كان موجود، الفئران اللي كانت موجودة في الشقة. فانت عايزة تعقمي الحاجة. حتى بعد ما خرجت الحاجة من المطبخ ولقيت الفار الاخير ده، بعد اما اصطدت وخلاص اتأكدت ان الشقة ما فيهاش حاجة، ابتديت ان انا برضو عملت خلطة بريل وكربونات وملح ليمون وخل في حلة، وابتديت بفوطة. انا كده كده كنت غسلاه غسيل عميق من جوه ومن بره وسيراميك وكله، وكنت واخداه منضفاه كله. فابتديت ان انا اطلع تاني الحاجات دي كلها، فمطلع الحاجات بره. فابتديت ان انا امسك الفوطة في المية دي اعصرها نص عصرة والمع بيها، اعصر نص عصرة والمع بيها واشطفها واعصرها جامد وانشف مكانها. قلت ايه؟ عشان تبقى معقمة الحاجة، لما احط بلاستيكات واحط الحلل واحط الحاجة واجي استخدمها ابقى نفسيا مرتاحة ان ايه الحاجة متعقمة ونضيفة، ان مفيش حاجة ايه ملوثة لمستها. فعملت فيها كده. كده هو بجر الحاجة وابدأ ان انا امسحها بعد ما اكنسها، عشان التراب دوت هيقرفك. يعني انت لو ما كنستيش وكنستي والتراب ده موجود، هتيجي هتلاقي الموب بتاعتك اتوسخت جدا، هتلاقيها بتطين الارض مش بتنضفها. غير كده لا، كده بتنضف وبتعقم وبتبقى حلوة بصراحة، والارض بتلمع جدا بعد ما بتعملي كده. فزي ما انتم ما شايفين اهو. بس فبقول لكم فكرة بقى بيت العيلة بصراحة فكرة فاشلة، فاشلة جدا والله. سامح اللي عمل كده. اللي عمل كده بيبقى عايز ان ايه، يبقى في ناس قاعدة بتخدمه وهو قاعد مريح. بس بعيدا كمان يعني دايما انا بتعامل بعقل شوية، فدايما طول ما انا شايفة عذر للي قدامي فبقدر اعدي واسامح واطنش. فانا باجي عند الاب والام بصراحة معرفش احط حد في اختيار بين ابوه وامه وانا، لان الاب والام اب وام وانا زوجة، فاكيد مفيش وجه ايه مقارنة. لكن لما تبقى الكفة ما بين سلفة واخت وزوجتك والعيال، فاكيد اكيد بتبقى منتظرة ان كده كده الكفة تطب كفة مين؟ كفتك وكفة الاولاد، لان انت الزوجة ومامة الولاد، فلازم دي الكفة اللي تبقى طبة. فلما تلاقي الكفة طبت عند سلفة واخت، اخت ليها زوج وليها اولاد وليها بيت وليها واحد بيدافع عنها، وسلفة ليها بيت وليها زوج وليها اولاد وزوج بيدافع عنها، وانتي الوحيدة اللي عاملة زي الفرخة في وسط، يعني عارفة الفرخة اللي في العشة الجديدة؟ حرفيا انت جديدة في وسط ناس من نفس البلد من نفس المحافظة من نفس كل حاجة، فبالتالي انت بتبقي ايه غريبة عنهم في كل حاجة، فهم كارفينك من كل حاجة. فبتاخدي جنب، هم بيصنفوا الجنب اللي انت واخداه دي تناكة وغرور وكبر وانك شايفة نفسك علينا. طب انتوا عايزين ايه؟ فبرضو اللي عهدته لبناتي اني لا اخد حد مش من منطقتنا، يعني مش من محافظتنا. كل محافظة طباعها واحدة. القاهرة فهم كل الناس في حالهم، كل واحد في حاله، كل واحد ملوش دعوة بالتاني، كل واحد قافل عليه بابه، كل واحد قافل عليه دنيته، مش عايز يحتك بحد، مش عايز حد يحتك بيه كده.
انما علشان تبدأي ان انت تروحي وتقعدي في محافظة، والمحافظة دي غير المدينة، وتبدأي تتحطي في مكان ان انت مطالبة منك انك واحدة خلاص عدت يعني 20 سنة وماشية في 21، مطالب منها ان هي تبدأ تاخد على قواعد جديدة. والقواعد دي انت شخصيتك مش واخدة عليها انك تبقي قاعدة في مكان ده بيتكلم على ده وبيجيب في سيرة ده وبيجيب في سيرة ده، وطبعا بيتكلموا على ناس انا اصلا مش عارفاهم. فبالتالي انا لا عايزه اتكلم ولا اجيب لك اخبار حد. وانا فاكره في مره سلفتي قعدت تقول لحماتي اخبار مش عارفه مين ومين 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 ومين. بصيت لي كده قالت لي وانتي ما بتجيبيش اي اخبار؟ ما بتجيبيش اي معلومه؟ هو انتي قاعده كده والله العظيم. فاللي هو ايه، لا، انا مش عايزه الجو ده ومش عايزه القعدات دي ومش عايزه ابقى عايشه العيشه دي، ان كل يوم شيل ذنوب كلام على ناس، كل يوم جيب سيرة ناس، كل يوم. ليه ليه ليه؟ طب ما انا في حالي وانتوا في حالكم والناس في حالها، ونقعد مع بعض نصاية ساعة، ناخد وندي مع بعض، نطمن وخلاص، نطمن على بعض وخلاص. هنا كنت بفرش الانتريه وفرشت السرير زي ما انتم شايفين اهو. الأوضة بصوا بقت حاجة تانية غير ما الأولاد كانوا بصراحة عاملينها، كانوا مطلعين عينها. احنا كل يوم هنتناقش عن بيت العيلة شوية، واخد آرائكم في حاجات كتير وترد عليا في التعليقات، واللي عنده مشكلة يحكيها في التعليقات تحت، ولو نعرف نحلها أو نشارك بحلول في المشاكل نشارك بعض. بصوا هبدأ بقى ان انا لمع تاني الحتت اللي باينة دي ومن تحت الحاجة، عشان بقى اي ترابة مكان ما كنت بفرش كده او كده الم الدنيا بقى، واقدر ان انا ايه احط السجادة ايه على نضيف. فهلم كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا اهو، نجيب تاني كده من كل حتة. المرة الجاية بقى عايزين ننزل المطبخ، يا اما اشوف اوضة تانية اعملها، لان الشقة كلها ربنا ما يوريكم هم عاملين فيها ايه. اوضة اوضة وانتوا هتفهموا هم عاملين ايه في الشقة. بس بالله عليكم ما تنسوش التعليق، اللايك الجميل منكم، الاشتراك وتفعيل زر الجرس. يعني اتمنى منكم ده حاجة بسيطة كدعم منكم ليا. انا مش عايزة منكم اي حاجة غير هو كده دعم بسيط جدا منكم ليا. هنا بنتي كانت في مرة قاعدة وهي صغيرة لوحدها وانا كنت نايمة، وباباها كان سايب الولاعة بتاعت السجاير ومسكتها وكانت بتقيد بخور ولسعت السجادة زي ما انتم شايفين كده. رحت ومسكت بقى عشان تطفي، بتطفي بعلبة بلاستيك، فلكم ان تتخيلوا الوضع. هنا بلمع الازاز بالخلطة اللي انا قلت لكم عليها، كربونات وملح ليمون وخل ونقطة بريل. بلمع بيها الازاز، بتخلي الازاز حلو جدا اهو. بقوم ملمعه ومنضفه بيها من الناحيتين كده اهو. بعد كده هحط بقى المفرش عليها. عايزاكوا بقى ما تنسوش التعليق، هوريكم دلوقتي الأوضة بعد الفرش النهائي. ما تنسوش بقى التعليق والاشتراك في القناة واللايك وتفعيل زر الجرس. عايزين نبقى أسرة وعيلة مع بعض وما تنسوش الصلاة على النبي وذكر الله دايما. وألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلا تطمئن القلوب. هنا هو الأوضة في الآخر هرش البرفان في الأوضة عشان يدي ريحة حلوة، وادي الستارة وكله. ونقفل بقى النور ونقفل الباب وكده الأوضة خلصت بعد ما نطفت. ونتقابل مع بعض في روتين جديد. وسنة سعيدة عليكم، سنة دراسية سعيدة عليكم، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يديمنا على وش بعض على خير دايما يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.